بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة من داخل المطعم. معانا كيلو ونص لحمة مقطعة قطع صغيرة. لما تيجي تشتريها من عند الجزار أو من الملحمة اطلب لحمة ناعمة تستوي معاك بسرعة عشان متاخدش وقت في السوى. معانا نص كيلو بصل مقطع قطع صغيرة. معانا 150 جرام فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة. ومعانا 3 فصوص توم مهروس. اول شيء هنسخن الزيت والسمنه وننزل عليهم باللحمه تاخد صدمه معانا. سيبها شويه وبعدين نبتدي نقلبها، نفضل نقلب فيها لحد ما تكرمل معانا. هننزل بالثوم، هنفضل نقلب، هتاخد وقت معانا شويه لحد ما اللون يوصل معانا لون الكراميل. بعدين هننزل بالبصل. بهارات معانا، بهارات لحمة وفلفل اسمر وملح، بس الملح بنضيفه اخر شيء قبل ما اللحمة تستوي. هننزل بالبصل، هنفضل نقلب لحد ما البصل يدبل معانا. اول ما يدبل معانا هنبتدي ننزل بالفلفل ونفضل نقلب برضه لحد ما الفلفل يدبل معانا ونبتدي نسمع صوت اللحمة في قلب الحلة. نبتدي ننزل بالشوربة. هننزل بمرقة لحمة مسلوقة عليهم بكمية صغيرة، يدوبك نغطي اللحمة على نار متوسطة، نغطي عليها 10 دقايق، نزود مية تاني. كل ما المية تنشف نبتدي نزود مية تاني، وهكذا نكرر لحد ما تدخل معانا في السوى. ما بنضيفش مية شوربة كتير يا جماعة، الشوربة بنضيفها يدوبك تغطي اللحمة. والتقليب مستمر، ما نجيبش عليها وما نطولش عليها في قلب الحلة عشان ما تلدعش معانا. بعدين دخلنا في السوا، حطينا الملح، وده الشكل النهائي لها. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.